السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة الشيف عماد. اليوم إن شاء الله كنقترح عليكم فطيرة مالحة بعض الحشوجات اقتصادية وسهلة كاقتراح وجبة غداء أو عشاء. كتجي رائعة ولذيذة بمكونات جد بسيطة. بقاو معايا مشاهدينا باش نتعرفوا على طريقة التحضير ديالها. أول حاجة في مقلاة تكون سخونة غادي نضيفو القليل من الزيت النباتية، غادي نضيفو عليه بصلة مقطعة قطع صغيرة، غادي نشحروها هي الأولى في المقلة، ومباشرة غادي نضيفو عليها حبة واحدة من الفلفل الأحمر مقطعة مربعات، غادي نشحروها مزيان مع البصلة، وغادي نبداو نضيفو مشاهدينا في التوابل. عندي هنايا ملعقة صغيرة من الثوم بودرة، ممكن نعوضوها بالثوم عادية. عندي هنا ملعقة صغيرة من الخرقوم، غادي نضيف ملعقة صغيرة من التحميرة أو البابريكا. عندي هنايا ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود أو الإبزار. فهاد الحشوة كتجي رائعة وسهلة، وبهاد الحشوة جد بسيطة. غادي نضيف شوية ديال الملحة وغادي نخلط مزيان. وين نشوفو أن البصلة صافي طاحت هي والفلفلة، غادي نضيف هنايا البطاطس. عندي هنا جوج حبات ديال البطاطا، شديتهم سلقتهم وقطعتهم حتى هما مكعبات كما كتشوفو. ممكن نضيفو عليها الكفتة أو الدجاج اللي حبيتو مشاهدينا، وصافي غادي نخلطو مزيان تا تشرب لينا البطاطا ديك العطرية. وفي الأخير مشاهدينا غادي نضيف عليها علبة ديال الطون اللي حتى هي غادي تعطيها واحد النكهة زوينة. صافي غادي نحاول غادي نفرتت هداك الطون مزيان باش يتوزع علينا على الحشوة. صافي ها الحشوة مشاهدينا واجدة، غادي نخليها على جنب ونخليها حتى تبرد مزيان، ونمشيو باش نحضرو العجين. في بول أو إناء غادي نضيفو نصف كأس من الحليب يكون دافي شوية، غادي نضيف عليه ملعقة صغيرة من خميرة الخبز، غادي نضيف عليه ملعقة كبيرة من السكر سنيدة، غادي نضيف عليه بياض بيضة واحدة والأصفر غادي نحتفظ به، وغادي نضيف عليه ربع كأس من الزيت النباتية، وغادي نخلط مزيان. هكا غادي تفاعل لينا الخميرة مزيان باستعمال الطراب اليدوي. صافي ومباشرة غادي نبدا نضيف في الدقيق مشاهدينا. عندي هنايا جوج الكيسان ديال الدقيق، غادي نضيف تقريبا الكأس الأول، وغادي نخلط مزيان بالطراب اليدوي كما كتشوفوا. ومن بعد غادي نضيف الكمية الثانية اللي هو كأس ديال الدقيق. غادي نستعمل السكين بهذه الطريقة حتى تجمع لينا العجين. استعملت هاد السكين البديل ديال العجانة مشاهدينا، حتى هو كيجي ناجح كما كتشوفوا، دغيا كتجمع لينا العجين. نشوفوا العجين تجمعات، وغادي نجمعها بواحد شويه بيديا. صافي غادي ندلكها غير واحد شويه، حاولوا انكم تجيكم العجين تكون رطبه كما كتشوفوا. غادي نوضعها في البول، رشيطها بشويه ديال الدقيق، وغادي نغطيها تقريبا واحد 10 دقائق باش ترتاح العجين. هكا غادي تجينا احسن. نوصلوه على واحد العجين كتكون رطبه. من بعد ما ارتاح لينا العجين مشاهدينا، غادي نجي اش غادي ندير، غادي نقسمها على جوج كما كتشوفوا. وغادي نجيب المدلك، وغادي نبدا نرش بشويه ديال الدقيق، وغادي نطلقها على شكل دائري. هذه هي الطبقه الاولى اللي غادي نوضعو في المول او القالب. نحاولوا اننا تجينا الشكل ديالها دائري، وغادي نجيبو اي مول او اطار نرشوه بشويه ديال الدقيق
ونحاولوا نوضعوا فيها العجين، ونبقاو نوزعوها ونشكلوها باش تعطينا الشكل ديال المول أو القالب. نحاولوا نصاوبوها مزيان باش تجي على الشكل ديال الإطار ديالنا كما كتشوفوا. من بعد ما قطعت ليها الجناب مباشرة، من بعد ما الحشوة بردات، غادي نوزعوها على المول ديالنا على هذا الشكل هذا. ممكن نضيفوا لها الجبن في الوجه ديالها. ودابا مشاهدينا غادي نمشي ندير نفس العملية، نشد العجين المتبقية ديالي حتى هي غادي نطلقها بالمدلك مزيان، وهي باش غادي نغطي الوجه ديال الفطيرة كما كتشوفوا. الا كانوا شي جوانب زايدين غادي نحاول نقطعهم بالموس كما كتشوفوا معايا. نحاول انني نلصق ليها الجوانب مزيان مع بعضياتهم باش ما تجيش محلولة. طريقة جد سهلة، والأهم من هادشي أن هاد الفطيرة كتجي رائعة وبنينة. صافي، من بعد ما لصقت ليها الجوانب مشاهدينا غادي نغطيها باش تختمر مزيان تقريبا واحد 10 دقائق. من بعد غادي نجيب الصفار البيضاء اللي احتفظت به، غادي ندهن به مزيان هاد الفطيرة هكا باش يجي اللون ديالها حمر مزيان. صافي مشاهدينا كما كنشوفوا، من بعد ما دهنتها مزيان بالصفر ديال البيض غادي نجيب هاد القطاع هادي، نحاول انني نقسم الفطيرة على 8 كما كتشوفوا، غادي نزوقها باستعمال الزلجلان او السمسم. كل قطعة غادي ندير فيها واحد شوية، وغادي نجيب شوية ديال البافون، هادوك اللي بقاو ليا خاويين حتى هما غادي نعمرهم هكا كيجينا واحد الشكل زوين. غادي نكون الفران مسخن على درجة حرارة 180، نشعلو عليها غير من التحت مشاهدينا، ومن بعد نشوفوا ان طابت من التحت نشعلوها من الفوق ونردو ليها البال وغير تحمر، ونخرجوها من الفران ونخليوها حتى تبرد. كما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديالها، كتجي رائعة وبنينة. الحشوة جد اقتصادية، ممكن انكم تفنوا في الحشوات كتحصلوا على واحد الفطيرة جد رائعة واقتصادية وبنينة بزاف. نتمنى مشاهدينا هذه الوصفة تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها لانها كتستحق التجربة. وشكرا على المشاهدة، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.